عمرك حسيت إن عقلك أحياناً بيحاول يحميك من الحقيقة؟ في علم النفس في حاجة اسمها آليات الدفاع النفسي، وهي حيل لا شعورية بيستخدمها العقل عشان يقلل التوتر والقلق ويحمي نفسه من المشاعر المزعجة. الحيلة رقم واحد: التبرير. لما الشخص يختلق سبب منطقي لسلوك أو قرار مع إن السبب الحقيقي مختلف، زي واحد رسب في الامتحان وقال الامتحان أصلاً ما كانش مهم. الحيلة رقم اتنين: تشويه الهدف الجيد أو العنب الحامض. لما يفشل في الحصول على حاجة نفسه فيها يبدأ يقلل من قيمتها، زي واحد ما تقبلش في وظيفة وقال الشركة دي أصلاً سيئة. الحيلة رقم 3: تحسين الهدف القبيح أو الليمون الحلو. لما يقنع نفسه إن الحاجة اللي مش عاجباه ممتازة جداً، زي واحد اشتغل في وظيفة مش بيحبها وقال دي أحسن وظيفة في الدنيا. الحيلة رقم 4: الإسقاط. لما ينسب عيوبه أو مشاعره للناس، زي شخص كثير الكذب يتهم الجميع بالكذب. الحيلة رقم 5: الإنكار، وهي رفض الاعتراف بحقيقة مؤلمة، زي شخص عنده مشكلة صحية واضحة لكنه يرفض يروح للدكتور. الحيلة رقم 6: الكبت. لما العقل يبعد الذكريات المؤلمة عن الوعي، زي شخص مش فاكر أحداث مؤلمة مر بيها في طفولته. الحيلة رقم 7: الإزاحة. لما ينقل غضبه من مصدره الحقيقي لشخص أضعف، زي مدير وبخه في الشغل فرجع يزعق لأخوه الصغير. الحيلة رقم 8: التكوين العكسي. لما يظهر عكس مشاعره الحقيقية، زي شخص غيران جدا لكنه يبالغ في المجاملات والمديح. الحيلة رقم 9: النكوص. لما يرجع لسلوكيات طفولية وقت الضغط، زي شخص بالغ يقاطع الناس ويعاند بشدة لما يغضب. الحيلة رقم 10: التعويض. لما يغطي نقطة ضعف عنده بالتفوق في مجال تاني، زي شخص ضعيف في الرياضة لكنه بقى متفوق جدا في الدراسة. الحيلة رقم 11: التسامي. لما يحول الدوافع السلبية لحاجة مفيدة، زي شخص عصبي يفرغ طاقته في الملاكمة أو الجري. الحيلة رقم 12: التبرير الأخلاقي. لما يقنع نفسه إن الغلط كان لخدمة هدف نبيل، زي شخص يقول كذبت عشان أحمي صاحبي من المشاكل. الحيلة رقم 13: التقليل. لما يعترف بالخطأ لكن يقلل من حجمه، زي شخص يقول غلطت بس الموضوع مش كبير للدرجة دي. الحيلة رقم 14: إلقاء اللوم على الآخرين. لما ينقل المسؤولية لشخص أو ظرف تاني، زي شخص يقول أنا اتأخرت بسبب الزحمة مش بسببي. الحيلة رقم 15: التحيز لخدمة الذات. لما ينسب النجاح لنفسه والفشل للظروف، زي شخص يقول نجحت بسبب شطارتي وفشلت بسبب سوء الحظ. المشكلة إن الحيل دي ممكن تريحنا مؤقتاً وتخفف التوتر والضغط النفسي، لكنها أحياناً بتمنعنا من مواجهة أخطائنا والتعلم منها. وعشان كده فهم آليات الدفاع النفسي بيساعدنا نفهم نفسنا بشكل أفضل، ونبقى أكثر وعياً بتصرفاتنا، ونتعامل مع الواقع بطريقة أنضج وأقرب للحقيقة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن علم النفس.